مساء الفل، ان شاء الله تكونوا بخير. كتير من حضراتكم سألني على اكتوبر وزايد الجديدة والتوسعات الشرقية والحتة دي، فانا هحاول النهارده على قد ما اقدر، لان في يعني الفترة دي في شوية تحركات زيادة ناحية المنطقة دي. كويس، فانا ان شاء الله على قد ما اقدر ربنا يقدرني كده، واحاول اوصل لكم المعلومة تكون بشكل يعني سهل ان شاء الله. طيب خلينا الاول نبدأ بزايد، لان هي اكتر حتة فيها عمار بالنسبة للناس. شركة أو هيئة المجتمعات العمرانية عملت شركة تواكب العصر شوية. طبعا عارفين هيئة المجتمعات كانت بتبيع عن طريق بنك التعمير والإسكان، والموظفين اللي كانت بتبيعه تخصيص وبتاع، فكان الموضوع إيه يعني تقيل على كتير مننا. هو شايف إن الوضع مش مناسب، كاتيجوري مش أو مستوى الناس بتفكر بشكل مختلف. لا، هو ده بيبيعوا دلوقتي كلاس محترم بسعر محترم في حته ارض حلوه جدا عند جامعه النيل. يعني اللي عارف اكتوبر وزايد كده، جامعه النيل على المحور المركزي، هي جنبه على طول حته ارض صغيره 31 فدان. راحت عامله شركه بقى اللي هي قلنا عليها دي، هي اللي بتبيع وهي اللي بتسوق للقصه دي بشكل محترف. وطبعا ده مش منتج اجتماعي ولا منتج مدعوم، لا ده منتج عالي الجوده. يعني بنتكلم في سعر متر حوالي 25,000 جنيه. فطبعا ده حاجه كانت مهمه جدا في موقع مهم جدا لناس كتير سالت عليه. ده اول واحد نقدر نتكلم عليه. انا هحاول امشي بالترتيب من ناحيه المساحه، اسف، الموقع. هنقف قدامه الناحيه الثانيه هنلاقي بالم هيلز فوق، في الحته اللي فوق التوسعات الشرقيه دي اللي قدام هايبر. الناحيه الثانيه كلنا عارفين الخمايل، تطلع من جنب الخمايل على طول فوق، او هتيجي من عند وسط حازم حسن من عند نيو جيزه تطلع تخش الحته دي. الحته دي طبعا من احسن الحتت في اكتوبر على الاطلاق، على الاطلاق يعني. فيها دلوقتي حاجتين، فيها هايد بارك وفيها بالم هيلز. بالم هيلز عندهم في حاجات استلامات قريبه، فيلات، خلينا نتكلم فيلات على بالم هيلز. وعملوا منطقه جديده اكستنشن يتباع فيه فيلات برضو، بس هم دايما الناس كانت بتعيب على بالم هيلز ان هم ما عندهمش شويه لاندسكيب وبتاع وخضره زياده، فهم زودوا الحته دي. وكمان عملوا شويه برضو ووتر فيتشر زي نوافير وبتاع كده برضو، ايه، يبقى الناس شكلها حلو قدام البيت عندها. ودي كلها فيلات. هايد بارك عندها حتتين ارض في الحته دي على طول لازقه في نادي الجزيره وجولف اكستنشن بتاعت بالم هيلز، وعملت منطقه عمارات ومنطقه فيلات. فالفيلات انا بريكومند قوي هايد بارك، لان سعرها كويس وهو مطور محترم جدا. في ناس كتير في السوق ما بتتكلمش عن بعض الشركات عشان خاطر عمولاتهم صغيره، ولكن مجهول لبعض الناس. فانا بقول لحضرتك ان بالم هيلز فرصه كويسه جدا، بس طبعا سعره يعني بنبدا من 9 مليون في التاون هاوس. بالنسبه للهايد بارك فيها حاجات حلوه جدا بالنسبه للشقق وبالنسبه للفيلات. والشقق بيبيعوها متشطبه، والفيلات بيبيعوها من غير تشطيب. ممكن تبدا من اول 6 مليون وكسور بالنسبه للفيلات. كويس، دي الحته بقى اللي الناس كلها بتتكلم عليها دلوقتي، اللي هي زايد الجديده. زايد الجديده نازل فيها شويه مطورين، يعني انا شايف ان هم كويسين. يعني عندك تطوير مصر نازله في زايد الجديده، عامله مشروع لسه هينزل ان شاء الله فيلات، واعتقد هيكون في عمارات، اعتقد مش اكيد. وعندنا كمان طبعا هي فين زايد الجديده، عشان برضو محدش يبقى يعني لو مش ملم، ممكن تروح لها من الصحراوي، ممكن تخش لها من عند وسط دهشور. من الصحراوي هتعدي الكارته بتاعت الصحراوي عادي جدا، وهتمشي مثلا حبه بتوع 10 دقايق ولا حاجه، هتلف وتاخد يو تيرن تبقى هي على يمينك. لا يعني امتداد الحته بتاعت بيفرلي هيلز، لو حد عنده فكره عن المكان. الفيلات هناك بتبدا اسعارها لسه. احنا قلنا في هناك تطوير مصر عامله مشروع، شركه نايا عامله مشروع، كان عندهم افتتاح مش بطال خالص هناك بصراحه. هم عاملين مشروع في نايا، دول اللي هم عاملين مشروع نايا باي في الساحل، وهم اللي يعني هم بيبنوا كونستراكشن كويس في كذا مكان يعني. فدي معظم الحاجات اللي موجوده دلوقتي فيها فرص من وجهه نظري يعني الضعيفه، اللي موجوده في اكتوبر وزايد. ف بالنسبه للاسعار، بالنسبه لطرق السياده، انا مش هعرف اقولهم كلهم، الحاجات دي بتتغير اصلا يوم عن التاني يعني. فاللي هيحتاج اي حاجه مني مساعده طبعا يبعت لي، وان شاء الله هرد عليه او يكلمني، طبعا تحت امركم. اللي عايز يتوجه على طول على الشركات انا قلت اساميها، وان شاء الله ربنا يوفق الجميع. واتمنى اكون وصلت لكم معلومه تكون بشكل لائق، وان شاء الله دايما على تواصل، واشوفكم على خير. شكرا.